السلام عليكم. من ضمن سلسلة ديال المملحات اللي قلت غادي نشارك معكم هما هاد النوغيت اللي كنحماقوا عليهم الصغار، يعني كنحماقوا عليهم حتى حنايا. كتعرفوا كنطلبوهم، يعني كنشريوهم اولا كناكلوهم يعني في المطاعم. الثمن ديالهم شويه غالي وحنا ما كنعرفوش شنو المكونات اللي داخلين فيهم، اللهم نعملوهم بيدنا وكيجيو مقرمشين وناجحين وبمقادير ومكونات كاينه في كل دار. غير تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير من الاول حتى للاخر. ما غنطولش عليكم. خديت صدر ديال الدجاج. انا دائما ملي كنشري الدجاجه كنحيد لها الصدر كامل، كنخليه غير الوحده. غادي نعمل معها في التوابل ثومه محكوكه، غرفه صغيره ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار، بابريكا، الملح وشويه ديال الزعتر، واحد ياغورت طبيعي ومغروفه كبيره ديال لاموطارد. غادي نعاود معكم المقادير وانا كنوجد معكم. ديك الصدر ديال الدجاج غادي نبدا نقطع فيه شرائط بحال هيدا ولا اصابع اللي هي تكون رقيقه، باش ملي كيطيبوا كيدخل معاهم الطياب وكيجيو مقرمشين. ولكم الاختيار. هاد الوصفه شحال وانا كنبغي نشاركها معكم اليوم عاد كتابت. الصراحه كتجي 100% بحال هذيك اللي كناكلو في المطاعم. الحاجه المهمه هو ان كنقليهم غير بالطحين فقط، يعني ما عملاش فيهم لا شابلور وما عملاش كونفليكس، وهيداكو كيجيو مقرمشين ولذاذين بواحد التتبيله اللي شنقول لكم لذة يا سلام. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل يعني ديك الصدر اللي عندي ديال الدجاج كامل. وغادي نرجع معكم باش تشوفوا كيفاش غادي نخدمهم ونخليهم. اذا بعد ما قطعت الصدر ديال الدجاج جبت واحد البول. هانتوما شفتوا كاين شرائط تقريبا قد عملتهم. عيني ميزاني. غادي نجيب ديك التوابل اللي عملت. غادي نعاود نذكركم عملت هنايا واحد مغرفه ديال صغيره ديال الزعتر اللي كيعطي لهم واحد التنسيمه غزاله، مغرفه مع مراشي ديال البابريكا، الابزار، سكينجبير، الملحه، الثومه. وبالنسبه للثوم انا كنت غادي نستعمل البودره وجبرتها سهلت لي، فعملت حكيت 2 سنينات ديال الثومه، واحد العلبه ديال الياغورت الطبيعي ومغروفه كبيره ديال لاموطارد. دابا غادي نخلط المكونات مزيان. كنحاول انني نخلطهم مزيان باش ديك العناصر كامله وديك التتبيله كتدخل مع ديك الدجاج. حتى نحس بلي ان الخليط يعني يدخل مزيان في ديك طريفه ديال الدجاج. غادي نزيد الاضافه الاخيره واحد تعصيره ديال نص ليمونه ولا عصير الحامض. غادي نعصر مباشره عليه وغادي نخلطه مزيان. وهنا غادي نخلي يعني هاد الهبيرات ديال الدجاج غادي نخليهم هنايا على الاقل ساعه المكانه. انا غادي نوجد هاد الوصفه غادي نوجدها العشاء، اذا انا وجدتها دابا مع العشيه هيدا وغادي نخليها في الثلاجه مغطيه. وبعد ما دازت اكثر من ساعه المكانه طبعا جبت واحد البيضه اللي غادي نزيدها على ديك الخليط وغادي نخلط هنا مزيان باش يتشرب ديك البيض يدخل مع ديك العناصر. وهذه كتبقى كخطوه اخيره قبل ما نبداو نقليوهم. والدور ديال البيض كتعرفوه هو اللي كيخلي يعني الطحين او لا شابلور او لا الكورنفليكس مثلا الا كنتو غادي تعملوه باش كيشبر فيهم.
اذا جيت واحد الطبسيل اولا زلافه وعملت فيه طحين مخلط، الطحين ديال الفرش مع الطحين ديال الزرع اللي كيجي مقرمش ومذاق غزال. يعني ماشي ضروري تكون عندكم كونفليكس في الدار او لا شابلوغ، ماشي ضروري، كتجي نفس النتيجه ونفس القرمشه. صدقوني غير غادي تجربوهم غادي تعرفوا علاش انا كنقول لكم هيدا بثقه، لان الصراحه كيجيو مقرمشين وكيجيو طيبين من داخل. دابا غادي نحاول انني نمرهم مزيان في الطحين، وغادي نعاود ندوزهم في الطحين حتى كياخذوا واحد الطبقه. وهنا عندي الزيت كتسخن حتى تسخن مزيان الزيت، عاد غادي نقص لا ونخليهم يتقلاو على خاطرهم باش كيدخل معاهم الطياب لداخل وكيتحمروا، وطبعا حتى كياخذوا ديك اللون الذهبي عاد كنحيدوهم. انا كنعمل لهم الطحين وكنعاود لهم مره ثانيه الطحين، عاد كنعملهم في الزيت، كنفطهم واحد النفيطه واحد شويه هيدا ونعملهم في وسط الزيت. وهنا عندي الزيت منقص عليه العافيه باش نخليهم يطيبوا وما غنحركوهم شي حتى كنحسوا بهم لان تحمروا من تحت، عاد كنبداو نقلبوا فيهم. هادو من الوصفات اللي نقدروا نوجدوهم من العشاء، وانا هنا وجدتهم مع واحد الصبه عشاء خفيف. غنحاول حتى كيتقلاو وكيشبروا هاد اللون هذا ذهبي، عاد غادي نحيدهم، ما نخليهمش تيتحمروا بزاف، غير كيشبروا هاد اللوين هذا وكنحيدوهم كيكونوا طابوا على الخطر ديالهم. علاش كنقول لكم نخليو العافيه تكون مهيله باش يتقلاو على الخطر ديالهم. وبالنسبه لاخرين ما نعملهمش الطحين، تنكونوا غادي نحطوهم مباشره على الزيت، ما نعملهمش الطحين ونخليوهم مثلا باش ما كيترخاوش وديك الطحين كيفزك. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، يعني كيف نعملوا لهم الطحين مباشره نحطوهم في الزيت. اذا غنكمل انا اللي باقي عندي كامل باش ترجعوا تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال النوغات ديالنا. مشاهدين، هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم النوغات. يا سلام كيشهي الصراحه، ما شبعتش منه، كيجي لذيذ ونفس النتيجه ونفس المذاق ديال اللي كناخذوا او اللي كنمشيو ناكلوا في المطاعم بالثمن شويش غالي. نفس النتيجه، واخا حنا ديال اللي كناكلوا برا ما كنعرفوش شنو هما المكونات اللي داخلين فيهم. رافقته مع هاد الصوبه اللي معدلها غير بالخضره بوحده، تقريبا عندي فيها شي 5 ولا 6 الانواع ديال الخضر، ما فيهاش لا لحوم ولا اسماك. بالنسبه للنوغيت رافقت معاهم هاد الصوص الجيريان، وصراحه جا المذاق ديالهم رائع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت استحسانكم، تجربوها وتردوا عليا فيديو اخر ووصفه اخرى. والسلام عليكم.